السلام عليكم، أهلا بيكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة هنكمل مع بعض تجهيزات للتورت اللي عملناها في عيد الميلاد. طبعا زي ما انتوا عارفين صوتي كان رايح، فعلشان كده اتأخرت ان انا انزل لكم الفيديوهات دي، بس حبيت ان انا كمان اوريها لكم. عملنا مع بعض الكيك، وكمان جهزنا الشوكولاتات والتاج اللي بالشوكولاتة، يعني اللي على التورتاية من فوق. النهاردة بقى هنكمل مع بعض تزيين التورتاية، وهنثبت الدورين على بعض، وهنكمل التزيين النهائي. كملوا معايا الفيديو للآخر، هيعجبكم جدا. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا، بس الأول اللي لسه ما اشتركش في قناتي ياريت يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. وما تنسوش تعملوا لايك للتورتاية الحلوة دي. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. انا نزلت لكم الفيديو بتاع تجهيز الكيك، وكمان الفيديو بتاع تجهيز الشوكولاتة، علشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. فاختصرت بقى الفيديو ان احنا هنجهز الكيك. طبعا احنا كنا مسويينه وسبناه لما برد، وبدأنا ان احنا بقى نشتغل فيه تاني يوم. ده بقى تاني يوم بدأت ان انا اشيل الطبقة اللي هي على الوش، الطبقة اللي تحت من الكيك، يعني الطبقة اللي فوق الطبقة اللي تحت. كده بقى بجهزه علشان ابتدي احط بقى عليه الصوصات، فيبتدي ان هو يتشرب الصوصات دي. لو كمان شربته بالسيرب يقدر ان هو يتشرب السيرب. فاهمين قصدي؟ فالطبقات دي دايما بتحجز، ده غير ان هي كمان يعني بتبقى طبقة ملزقة كده، وبيبقى فيها زفارة الكيك، فكده كده لازم تشيليها. بدأت كمان إن أنا أجهّز الكيكة اللي هي هتبقى الدور الأولاني يعني. عملتها كده مكوّنة من 4 طبقات. أنا عملت كل دور من التورتاية مكوّن من 4 طبقات، فاهمينّي؟ علشان يكون ارتفاعها عالي، وتكون شكلها في النهاية يكون مضبوط. تمام، بدأت بقى أشرّبها، أنا شرّبتها بالسيرب، وبدأت أحُط طبقة من الكريمة، وباحُط بقى عليها الصوصات اللي إحنا عايزينها، الحشوات، أي حاجة بقى أنتِ حاباها يعني، يعني براحتك، ده بقى يرجع ليكم يعني في النهاية. حشيتها كده بالصوصات، وكمان حطيت شوية مكسرات كده بالشكل ده، وحطيت آخر طبقة. أنا كده عملتها 4 طبقات، تمام. باغلّفها بقى أول طبقة، وزي ما أنتم عارفين اللي هي الطبقة بتاعة حبس الفتافيت. بابتدي كده أضبّط التورتاية بطبقة بسيطة من الكريمة، بحيث إن أنا لمّا بقى آجي أغلّفها التغليف النهائي ما يكونش فيه أي فتافيت من الكيك ظاهرة معايا، ويبقى شكل الكيك مش مضبوط. فاهمينّي؟ ده كده الطبقة الأولانية، بدأت إن أنا أدخّلها التلاجة، وباجيب الطبقة بقى التانية أو الدور التاني من التورتاية. حشيتها كده طبعًا الصوصات بتاعتنا نوتيلا، وكمان حطيت طبقة من الكريمة بالشكل ده. يعني عملت الطبقات زي ما قُلت لكم، عملت 4 طبقات، هي التورتاية مكوّنة من 4 طبقات، فكان ارتفاعها مناسب جدًا التورتاية الدورين. زي ما إحنا عارفين برضه عملنا أول طبقة اللي هي حبس الفتافيت، لازم تجلسيها بالكريمة بالscrubber، يعني أسويها قبل ما أدخّلها التلاجة. وكمان لو في أي زيادة من الكريمة على الجوانب بتاعة اللي هي اسمها إيه، القاعدة اللي هي عليها دي، بابتدي إن أنا أمسحها كويس جدًا علشان لمّا هتدخل التلاجة هتنشف. فاهمني؟ طلّعتها بقى من التلاجة، وعملنا ليها الطبقة التانية. طبعًا كل مرّة بابتدي أغسل الscrubber كده بالشكل ده، وأرجع بقى أساوي تاني، فاهمينّي؟ كده بالشكل ده، لحد طبعًا ما تتساوى وتتضبط معايا، وتبقى بقى شكلها في النهاية بالشكل ده. أي زيادة بقى بابتدي إن أنا أشيلها كده، وأنضّف المكان من أي كريمة زيادة. دي الدور اللي هو الأولاني في التورتاية أو التاني يعني. حطيت ليها طبقة كويسة كده من الكريمة بقى،
وبابتدي إن أنا أجلّسها برضه وأضبّطها كده بالscrubber، وكل شوية زي ما أنتم عارفين باغسل الscrubber علشان تكون نضيفة معايا بالشكل ده، وبابتدي إن أنا أسويها لحد بقى ما تتضبط معايا وتبقى شكلها متساوي كده ومضبوط. بابتدي بقى أشيل الزوايد بتاعة الكريمة، أي زيادة بقى وقعت كده على القاعدة اللي أنا مستخدماها يعني، فلازم أنضّفها كويس جدًا. بعد كل خطوة بادخّل التلاجة. طيب تعالوا بقى نجهّز العيدان. إحنا المفروض دلوقتي هنعملها دورين فوق بعض، علشان نحط طبقتين أو دورين من الكيك على بعض. لو حطيناها كده من غير أي حامل هتهبط وهتلاقيها مالت منِّك ومش هتشيل التورتاية، تمام. فهو طبعًا في حاجات مخصصة للموضوع ده، المفروض إن إحنا بنشتريها من أي محل مستلزمات حلواني يعني، ولكن هي ما كانتش متوفرة معايا دلوقتي. فكرت بقى في الفكرة دي، العيدان بتاعة الشيش طاووق. أخدت كده كام واحدة مع بعض، تقريبًا 5 أو 6 يعني، ولفيتهم كده بالstretch، عملت 4 عيدان بالشكل ده. هي نفس العيدان اللي بنشتريها، بس بتبقى من غير الأكياس دي، وكده، كده وإحنا بنستخدمها يعني ممكن نلفّها بالstretch. المهم إن إحنا عملناها واتصرّفنا. حطيتها كده في التورتاية بالشكل ده، بدأت إن أنا أحُط بقى الطبقة التانية. أنا المفروض كنت واخدة المقاس، بس هي يعني كانت زايدة سِنّة، بس عادي اتصرّفنا. زي ما أنتم عارفين في الشغل بتلاقي حاجات كده طلعت فجأة، فما تتخضّوش من الموضوع عادي أهي. أنا حطيتهم كده على بعض وطلعت بس زايدة سِنّة. عملت إيه بقى، شِلت العيدان تاني من التورتاية، شِلتها تاني، شِلت الحتّة اللي هي الزيادة دي بالمقص عادي جدًا، وحطيتها في التورتاية عادي جدًا، ما فيش أي مشكلة، تمام. وكمان زي ما أنتم شايفين كده عملتها وجلّستها تاني بالكريمة الحتّة اللي باظت. فعادي يعني خلّيكِ جاهزة لأي حاجة تحصل، إحنا بنتصرّف وبنحل الموضوع. الحاجات اللي هي اللي باينة دي بقى، عملت كده روزيتات بالكريمة كده عليها بالشكل ده. أنا عملتها الحتّة اللي قدّام دي واسعة شوية علشان أنا هاحط التيجان كلّها هتبقى من قدّام، فالحتّة اللي قدّام دي أنا عاملاها واسعة كده علشان أبتدي بقى أرُص التيجان بتاعتي. حطينا بقى التاج اللي إحنا عملناه القمر ده، شكله حلو جدًا. بُصّوا بقى شكلها. بدأت بقى أعمل بالكريمة. الكريمة أنا حاطة عليها لون من اللي هو الدست الدهبي، وقلّبته كده فادّاني الدرجة دي. يعني وإحنا شغالين كده بتلاقي كده إيه، يعني درجة دهبي أو فيها لمعة بسيطة يعني. فشكلها كان حلو جدًا. بدأت أعمل كده الكيس الحلواني. طبعًا أنا عاملة فيه فتحة صغيرة، هو مش محطوط فيه أي إقماع ولا أي حاجة. أنا بس بالمقص كده عملت بس فتحة بسيطة، وبدأت أعمل الكريمة خطوط كده بالشكل ده. ده التزيين بقى بتاعها، شكلها حلو جدًا. هنبتدي بقى نحط التيجان اللي إحنا جهّزناها. علشان كده باقول لكم لأ، الأول هنحط أنا عملت زي هي يعني خطوط كده حلزونية بالكريمة كده بالشكل ده، من نفس اللون يعني. بس كده. هنبتدي بقى نحط الحاجات اللي هي الشوكولاتة اللي إحنا عملناها. علشان كده باقول لكم لازم وإحنا شغالين مثلًا إن إحنا نكون مجهّزين الشوكولاتة والحاجات دي من قبلها بيوم. ليه بقى؟ علشان لمّا تيجي تشتغلي أو تفنّشي الشغل، كل حاجة تكون متاحة قدّامِك، فتطلّعي بقى شغل حلو. يعني لمّا هتكون التيجان محطوطة قدّامِك، الحاجات محطوطة قدّامِك، فهتقدري إن أنتِ تجرّبي، لأ دي شكلها حلو، لأ ممكن أحطها، لأ ممكن أشيلها، فاهمين قصدي؟ غير كمان إن هي هتسهّل عليَّ كتير، يعني هتحسّي إن أنتِ لمّا تاخدي الشغل على فترات هتحسّي إن هو بسيط. أمّا لو التورتاية والكيك والتزيين والشوكولاتة كل الكلام ده في وقت واحد، أولًا هتحسّي إن أنتِ ملبوخة يعني. ده غير كمان إن فعلًا هتحسّي بتعب رهيب يعني. فلمّا بنجهّز من قبلها
بتحسّي إن الموضوع بسيط. عملنا الكيك بنسيبه بقى لتاني يوم. بعد كده بابتدي أجهّز الشوكولاتات اللي هازيّن بيها. يوم بقى أو تالت يوم ده لإن أنا بقى أقفّل التورتاية، إذا كانت تورتاية دورين أيًا كان بقى، بابتدي إن أنا أقفّل بقى وأجهّز الشوكولاتات والحاجات اللي إحنا جهّزناها من قبلها تبقى قدّامي، أفضل بقى إيه، اللي هو أفنّن بقى، أحُط دي، أشيل دي وأجرّب دي، كده يعني، فهيطلع معاكِ الشكل بقى في النهاية. ده الشكل بقى اللي طلع معايا في النهاية. كمان بالفرشة كده حطّيت على الكيك dust دهبي كده ادّى له لمعة حلوة جدًا من نفس اللمعة اللي في التاج، فكان شكله حلو جدًا. دي التورتاية بقى اللي عملناها شكلها بجد كان حلو جدًا. ده الشكل النهائي للتورتاية بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم. فكرتها سهلة. تحسّوا إن هي واخدة شغل كتير وفعلًا رهيب. ولكن أنا حسّيت بسهولة في شغلها. علشان زي ما قُلت لكم أنا ضبّطت الشغل وجزّأت الشغل على كذا يوم، فاهمينّي؟ فعلشان كده بتحسّي كده بإن أنتِ فعلًا مش اللي هو بقى في حاجات كتير وفي حاجات كتير باعملها وجري في جري، لأ، أنا باحب دايمًا الحاجة يبقى في تأنّي وتقدري إن أنتِ تطلّعي بقى الفن اللي عندِك بقى، تزيّني كده اللي هو على رواقة يعني زي ما بيقولوا. فعلشان كده زي ما قُلت لكم بنبتدي إن إحنا نجهّز كل حاجة ليها وقتها. حطيت كده في النهاية بقى قفّلتها من تحت كده بروزيتات بسيطة جدًا كده بالكريمة. بس كده، ده الشكل النهائي للتورتاية بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم. شوفوا بقى شكلها في النهاية بجد طلع حلو جدًا. عجبني جدًا التاج اللي عملناه من الشوكولاتة، على فكرة هو سهل جدًا، بس لو إيدينا أخدت كده على الموضوع وجرّبنا هيطلع معانا حلو جدًا. كمان التيجان الصغننة الحلوة دي اللي إحنا عملناها بالشوكولاتة وبالقوالب اللي هي بتاعة التيجان، بجد كانت حلوة جدًا. وكمان الكلمة اللي إحنا كتبناها يعني هي كلمة بسيطة جدًا ولكن هي مُعبّرة جدًا. فبجد الكلام بتاع التورتاية يعني بسيط. ولكن هو فعلًا مُعبّر، يعني هو خلاص ما فيش أكتر بقى من الكلمتين دول، هم قالوا كل الكلام بصراحة يعني. فالتورتاية كانت حلوة جدًا، وعجبتني جدًا شكلها في النهاية. يا رب تكون عجبتكم أنتم كمان، واستنوني إن شاء الله فيديوهات تانية جاية كتير على خير. ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بانزّله. وما تنسوش تعملوا لايك، واستنوني فيديوهات تانية جاية كتير على خير. شكرًا ليكم، سلام عليكم.